اصفر. لقيت الجزء اللي قدام ده كله وقع. انا اعيط وهي تضحك. قاموا الاتنين مشيوا وما جوش عندنا تاني. يا امال انا عايزه اشوف شعرك. ونسيت خالص ان انا حاطه حاجه على شعري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا امال ودي بنتي اخر العنقود ليندا. النهارده جايه احكي لكم شويه مواقف محرجه حصلت معايا، بس ايه واو من الاخر. زمان قبل ما اتجوز واخلف وانا صغيره، واحده صاحبتي سالتني، قالت لي ايه يا امال انت عينك ملونه وبيضه بس شعرك مش اصفر. السؤال فعلا رن في دماغي وقلت ليه شعري مش اصفر؟ طب ما اصفره. فقمت جبت الصبغه وصبغت شعري ولفيته وقاعده بقى مستنيه النتيجه، ونسيت خالص ان انا حاطه حاجه على شعري. والباب خبط. قعدت فتره طويله، قعدت وقت طويل. فتحت الباب لقيت واحده جارتي بتقول لي ايه ده يا امال اللون ده حلو قوي، انت وصلتي للدرجه دي ازاي؟ قلت لها يا نهار ابيض يا بنتي، ده انا ناسيه اساسا ان انا حاطه حاجه على شعري. ودخلت جري على الحمام وبغسل شعري، لقيت الجزء اللي قدام ده كله وقع في البانيو قدام عيني. وبقيت انا اعيط على شعري اللي وقع وصاحبتي دي تضحك. انا اعيط وهي تضحك. بس مش هو ده الموقف المحرج اللي انا قلت لكم عليه، الموقف المحرج لسه جاي بعدين. المهم اخويا الكبير خدني وداني الدكتور وكتب لي شويه كريمات وزيوت وشامبو علشان يسرع من نمو الشعر، بس مش هيطلع في اسبوع. وهتعرفوا دلوقتي ليه بقول لكم في اسبوع. لان في نفس الاسبوع دوت اتقدم لي عريس. انا كنت منتقبه، فلما يتقدم لي عريس، الناس اللي عارفه المنتقبات بيطلعوا من غير نقاب قدام العريس المتقدم ده، واسمها الرؤيه الشرعيه. فالعريس ده جه في نفس الاسبوع وانا طلعت من غير النقاب بالحجاب بس، وكنت مطمنه جدا لان شعري مش باين. فبعد ما كلوا الجاتوه وشربوا العصير وقعدوا شويه وكان في باين قبول يعني، وكان في رضا ومبسوط جدا العريس، مامته فاجئتني، يا امال انا عايزه اشوف شعرك. انا بقى اتفاجئت واتخضيت وما بقتش عارفه اعمل ايه. تشوفي شعري ايه اللي تشوفيه؟ المهم دخلت معايا اوضتي عشان تشوف شعري. فالست ما اتكلمتش، هي بس اتبهلت كده وبرقت وما بقتش عارفه تقول لي ايه، وانا ما بقتش عارفه ابرر. المهم ان هي خرجت من اوضتي شاورت لابنها، قاموا الاتنين مشيوا وما جوش عندنا تاني، ومعرفش عنهم حاجه تاني ابدا لحد دلوقتي. وهو ده الموقف المحرج اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا تعرضت له. وهحكي لكم لسه مواقف تانيه كتير الفيديو الجاي ان شاء الله. تابعوني وانا هحكي لكم على اللي حصل معايا كله. يلا باي.